السلام عليكم. مؤخرا سمعنا بزاف ديال الناس اللي كيمشيو للمقاطعه ولا الجماعه اللي تابعه ليهم باش انهم يتسجلوا ويستافدوا من شي دعم خرجته الدوله باش انها تعاون الناس اللي محتاجين. وكيف كيعرف الجميع بحكم الظروف الصعبه وارتفاع الاسعار اللي كاين مؤخرا، اي واحد فينا ولا محتاج واحد المساعده اللي تقدم ليه من عند الدوله وما كرهها حتى شي واحد. داكشي علاش ولا واحد الاكتظاظ ولا كلشي الناس كيمشيو للمقاطعات، وكاين اللي تيبقى يتسنى من الصباح حتى العشيه باش انه يتسجل ويستافد. وهنا بداو تيطرحوا بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الاصدقاء اللي سولوني انا شخصيا وبزاف ديال الناس من العائله، واش بصح عمر كاين هذا الشيء؟ واش بصح الناس غادي يمشيو يتسجلوا وغادي يستافدوا؟ وشكون اللي عندهم الحق باش انهم يستافدوا؟ واش اللي عنده الراميد هو اللي عنده الحق يستافد؟ واش اللي ما عندوش الراميد ما من حقوش يستافد؟ حاولت انني نلخص هذه الاسئله كاملين ونجاوبكم في هذا الفيديو. داكشي علاش غادي نقول لك حط اي حاجه اللي عندك في يديك وتبع هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. ولكن عافاك قبل ما تبدا هذا الفيديو ما فيها بس الا درتي واحد اعجاب للفيديو وتبارطاجي هذا الفيديو في الصفحه ديالك، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي عندك انت في الصفحه اصدقاء ولا عائله اللي مساكن حتى هما تيقلبوا على اللي جاوبهم. الدال على الخير كفاعله. بارطاجي هذا الفيديو ما غادي تخسر حتى شي حاجه. ونبداو على بركه الله. اول حاجه اللي غادي نشرح لكم وبغيتكم تعرفوا ان كاين جوج ديال الانواع ديال التسجيلات. التسجيل الاول غادي يكون ضروري واجباري، واي واحد عايش في المغرب غيتسجل فيه، سواء كان مغربي ولا اجنبي، كبير صغير، لاباس عليه، فقير، محتاج ما محتاج، مريض بصحيحته، خدام ما خدامش، مهم ولا بد خاصو يتسجل فيه، اللي هو السجل الوطني للسكان، وهو اللي بداو دابا تيتسجلوا فيه الناس. وبدا في ثلاثه ديال الجهات. في الاول كان في الرباط، سلا، القنيطره، وطنجه، الحسيمه، تطوان. ودابا كاينه جهات فاس، مكناس، ومن هنا لقدام غادي يكونوا باقي الجهات. كتمشي للمقاطعه اللي انت تابع ليها كياخذوا لك واحد البصمه ديال العين والبصمه ديال اليد وواحد الصوره ديالك، وتياخذوا من عندك المعلومات الشخصيه اللي كتخصك، وهكذا غادي يعطيوك واحد الرقم موحد اللي كيتكون من 10 ديال الارقام. يعني كيف قلت لكم اي واحد عايش في المغرب كيف ما بغى يكون نوعه ضروري غادي يكون عنده واحد الرقم شخصي موحد. يعني الا كان دري صغير غيكون عنده رقم ديالو، كان اجنبي عنده رقم ديالو، كان راجل كبير غيكون عنده رقم ديالو. يعني الاسره اللي كتكون من 4 ديال الاشخاص غتمشي انت والزوجه ديالك وجوج وليداتك غتمشيو للمقاطعه وغتسجلوا ب4 بكم، وكل واحد غادي يكون عنده الرقم الخاص به. المعلومه الثانيه اللي هي مهمه جدا، الدوله قالت ان اي واحد بغى يستافد من شي دعم غتعطيه الدوله من هنا لقدام، ولا بد خاص يكون مسجل في هذا السجل الوطني للسكان. الا كنتي ما مسجلش وما عندكش هذا الرقم الموحد ديالك يستحيل انك غادي تستافد. ثالث حاجه دار هذا السجل الوطني للسكان باش انه يسهل الماموريه ويسهل الخدمه على الاداره العموميه. ملي كتبغي تحتاج شي ورقه ومشيتي مثلا للمقاطعه كتعطيهم غير ديك الرقم الوطني الموحد بلا ما كتحتاج بزاف ديال الوثائق وبزاف ديال الاوراق وبزاف ديال التبرزات. يعني بهذاك الرقم الموحد اللي عندك قادر انك تقضي شغلك بواحد الطريقه سهله. رابع حاجه واللي هي مهمه جدا، بهذاك التسجيل اللي غادي تمشي تسجل وكل واحد من الاسره ديالك غادي يمشي يتسجل بوحده، غادي يقدروا يديروا واحد الاحصاء وغادي يعرفوا شكون هما الاسر اللي محتاجين، شكون هما الاسر اللي ما محتاجين، باش ما يوقعش بحال اللي وقع في الدعم ديال كورونا. كاينين الناس اللي مساكن محتاجين بصح ما استافدوش، وكاينين الناس اللي كانوا بخير عليهم وخدامين ما خصهم حتى شي خير واستافدوا. داكشي علاش قال لك اي واحد في الاسره ديالك غادي يمشي يتسجل بوحده، وهكذا غادي تسهل الامور باش انهم يعرفوا شكون اللي يستاهل وشكون اللي ما يستاهلش. واخا في الحقيقه الله يحسن العوان بزاف ديال الناس اللي غادي يستاهلوا. وهذا السجل الوطني للسكان ما عندوش علاقه بالدعم، كيف قلت لكم اي واحد خاصو يمشي يتسجل فيه، ومن بعد هو غادي يعاونهم باش انهم يعرفوا شكون اللي يستاهل وشكون اللي ما يستاهلش. ودابا غادي ندوزوا للموضوع ديال الاستفاده واللي سولوا عليه بزاف ديال الناس، وهو اللي غادي يمشيو يتسجلوا فيه الناس من بعد، اللي هو التسجيل اختياري. يعني بغيتي تسجل فيه كتسجل فيه، ما بغيتيش تسجل فيه راك انت حر. شتي راسك انك محتاج راه كتمشي تسجل، شتي راسك انك بخير وما خصك حتى شي خير راه ما كتسجلش. الاولاني كيف قلت لكم اجباري، ولكن الثاني كيبقى اختياري. من بعد ما تسجلتي في السجل الوطني للسكان وعطاوك هذاك الرقم الموحد ديالك اللي كيتكون من 10 ديال الارقام، دابا غادي تقول لي كيفاش غادي ندير باش انني نستافد. خرجوا واحد التسجيل الثاني اللي هو السجل الوطني الاجتماعي. هذا السجل الوطني الاجتماعي غادي تقول لي شنو هو؟ غادي نجاوبك. واحد اللجنه غادي يديروها باش اي واحد اللي محتاج هذيك الاستفاده كيمشي كيتسجل. منين كتسجل كيشدوا هذوك المعطيات اللي خداو من عندك، يعني شكون انت، الزوجه ديالك واش خدامه ولا ما خداماش، شحال عندك ديال الاولاد، الظروف المعيشيه ديالك. كتكون واحد اللجنه اللي كتري كدير واحد الاحصاء وكتشوف واش بصح انك تستاهل ولا ما تستاهلش. انا كنشرح لك هذاك الشيء اللي كاين، يعني ما نقدرش نجاوبك واش انك انت تقدر تستحق ولا انا واش نستحق ولا واحد اخر يستحق. هذاك الشيء عنده علاقه باللجنه وشنو هما المعايير اللي تعطات لها باش انها تختار شكون اللي يستحق ولا شكون اللي ما يستحقش، انطلاقا من ديك المعطيات اللي خداو من عندك باش مشيتي تسجلتي في السجل الوطني للسكان. ديك الشيء علاش قالوا لك الا بغيتي تستافد من السجل الاجتماعي وتاخذ اي دعم غتعطيه الدوله من هنا لقدام،
ولا بد خاصك تكون تسجلتي في السجل الوطني للسكان، والا من المستحيل انك تستافد من اي دعم. نتمنى نكون جاوبتكم على جميع الاسئله، واي واحد عنده شي سؤال يمكن يخليه لي في التعليق ولا يصيفط لي في الخاص، وان شاء الله غادي نجاوبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جديد.